وصفت أبحاثها بالقنابل المتفجرة. امرأة غيرت النمطية حتى في الأبحاث، شاركت بأبحاث مرعبة وساهمت بالوصول لأقرب نقطة من الشمس. البروفيسورة السورية شادية رفاعي الحبال. ولدت شادية حبال في مدينة حمص السورية، حيث تلقت تعليمها في مدارسها، ومن ثم أكملت المرحلة الجامعية في جامعة دمشق، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات. لم تكتفي الحبال بدراستها تلك، لتنتقل إلى بيروت وتكمل الماجستير في الفيزياء في الجامعة الأمريكية ببيروت. لكن الحرب الأهلية اللبنانية أوقفت الجامعة عن العمل، مما أجبر الحبال على البحث عن طريقة لإكمال الدكتوراه، لتتقدم بطلب لجامعة سينستاني الأمريكية. وبالفعل تمت الموافقة وغادرت الولايات المتحدة لتحصل على درجة الدكتوراه هناك، وتبدأ أول الخطوات في مسيرتها التي ستخلد اسمها في أذهان الكثيرين. الانفجار الكبير. عام 1978 توجهت شادية لمركز هارفارد للفيزياء الفلكية، وعملت على تأسيس مجموعة أبحاث عالمية في الفيزياء الشمسية الأرضية، ومن ثم حصلت على كرسي في قسم الفيزياء بجامعة ويلز. تركزت أبحاث الحبال على استكشاف مصادر الرياح الشمسية، كما أجرت تجربة التنظير على الشمس أثناء الكسوف، وراقبت 14 كسوفا منها في الهند وسوريا. وكان الهدف من كل تلك التجارب البحث في خصائص الريح الشمسية. كانت أبرز اكتشافاتها هي وفريقها أن الرياح تأتي من كل مكان في الشمس، وتتوقف سرعتها على الطبيعة المغناطيسية بمختلف المواقع. أكبر مشاركاتها كانت مع وكالة ناسا، حيث شاركت بإعداد رحلة المسبار الشمسي لوكالة الفضاء الأمريكية، والتي كان من المقرر إطلاقها عام 2007، إلا أنها توقفت بسبب صعوبة التنفيذ والتكاليف. شاركت الحبال خلال مسيرتها ب60 ورقة بحث لمجلات التحكيم العلمية، و30 بحثا في المؤتمرات العلمية، وتعتبر اليوم من الخبراء الدوليين في الشمس والرياح الشمسية، وعضوة في العديد من الجمعيات مثل الجمعية الفلكية الأمريكية والجمعية الأمريكية للفيزياء الأرضية. ولا تزال تشغل منصب أستاذة كرسي في قسم الفيزياء بجامعة ويلز، إضافة إلى رئاستها للجنة جائزة هالي في الجمعية الفلكية الأمريكية، وتعمل أيضا كمحررة في مجلة فيزياء الفضاء وأبحاث الفيزياء الأرضية. ومع هذا تمكنت الحبال من الجمع بين حياتها الخاصة وأبحاثها الرهيبة، حيث لم تنسى رعاية أطفالها وزوجها وإكمال أبحاثها ودراساتها المتجددة. وبعيدا عن كل هذا، فهي عازفة ماهرة على التشيلو، وتعتبره صديقها في مسيرتها للتخلص من الضغط، لتكون امرأة قد كسرت النمطية في كل العالم، ووصلت أبحاثها حدود الشمس.